لعل هذا يكون السؤال قبل الأخير. يقول السائل: من فعل الشرك مثل أن يدعو غير الله الشفاء لمريضه، هل نقول أنه مشرك أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟ إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك. أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا فهذا يبين له، فإن أصر إنه يحكم عليه بالشرك لأنه زال عذره. نعم. لعل هذا يكون السؤال قبل الأخير. يقول السائل: من فعل الشرك مثل أن يدعو غير الله الشفاء لمريضه، هل نقول أنه مشرك أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟ إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك. أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا فهذا يبين له، فإن أصر إنه يحكم عليه بالشرك لأنه زال عذره. نعم.